في انواع من البني ادمين، حاولوا ان انتوا تتجنبوا معرفتهم او ما تحاولوش تقربوا منهم خالص. اول نوع من الناس دي الشخص اللي بياخدك كمادة للسخرية في قعدة، حتى لو هو بيقول عليك واحد صاحبه او ان هو بيحبك او ان هو بيعزك، بس ممكن بمنتهى البساطة يطلعك على المسرح في ثانية ويقعد يتريق عليك ويضحك الناس عليك لمجرد ان انت عندك التزام او عندك مبادئ تجاه شيء او تجاه شخص ما وهو مش عارف يكون زيك. النوع التاني من الشخصيات دي هو الصديق العرة. انا شخصيا بسميه الصديق العرة، اللي هو بيبقى بيقول عليك ان هو صاحبك او ان انت صاحبه او ان انت اخوه اللي ما جبتوش امه وابوه، وهو بيغير منك في كل واقل حاجة في حياتك. مش عايزك تبقى ناجح، مش عايزك يبقى عندك حاجة انت كان نفسك فيها، مش عايزك ترتبط بالشخص اللي انت بتحبه، مش عايزك تاخد اي خطوة لقدام. ده مش صاحب، ده اكتر شخص توكسيك انت ممكن تقابله في حياتك، فارجوك ابعد عنه. الشخص التالت، وده من وجهة نظري اكتر شخص لازم نبعد عنه، الشخص اللي ما بيحسسش اللي قدامه بالتقدير، اي تقدير من اي نوع، سواء مادي او معنوي. لو عملت له حاجة كويسة عادي، لو قلت له كلمة كويسة برضو عادي. هو شايفك انت كده كلك على بعضك حق مكتسب ليه. اي حاجة هتقولها له او اي حاجة هتعملها له انت واجب عليك انك تقولها له او تعملها له، مش بتعملها تفضلا منك يعني، لا ده اجبار. ده نوع توكسيك فوق الخيال. حاولوا تتجنبوا انكم تعرفوه اصلا، مش تعرفوه تبعدوا عنه، لا تعرفوه اصلا من الاول. اما النوع الرابع والاخير فده من وجهة نظري مش توكسيك قوي، في ناس بتعرف تهندله وفي ناس ما بتعرفش. ده الشخص اللي بيبقى عايزك تبقى ملتزم تجاهه بكل الواجبات مهما كانت ظروفك ومهما كانت عيشتك شكلها ايه، صعبة سهلة، المهم ان انت تفضل ملتزم تجاهه. بيحط عليك ضغط نفسي غير طبيعي. يعني لو صداقتكوا قايمة على المكالمات والسؤال والتليفونات، لازم تفضل مستمر على هذا الحال، حتى لو انت تعبت، حتى لو انت عيان، حتى لو انت عندك ظروف مش مخلياك ان انت تفضل نفس الشخص اللي هو متعود عليه. لا، هو ملوش دعوة. انت لو بطلت تكلمه اسبوع صداقتكوا هتتأثر. ده انا من وجهة نظري ما بسميهوش صديق. صديق التليفون ده مش صديق. انا بشوف ان الصداقة انك وقت ما تحتاجني تلاقيني، سألت عليك ما سألتش عليك، المهم وقت ما تحتاجني في فرح في حزن تلاقيني. ده اهم شيء بالنسبة لي. انما تليفونات واسئلة، طب ما انا ممكن اسأل عليك واضرب لك 100 تليفون في اليوم وحسسك انت مهم قد ايه، وانا اصلا لما بكلمك في التليفون بقول يا رب ما يرد. عادي. ما تحطوش ضغوط على الناس يا جماعة نفسية علشان انتوا تبقوا مرتاحين. طب انت سألت نفسك هو مرتاح كده ولا لا؟ عمرك ما هتسأل نفسك، علشان انت شخص اناني. عمرك ما بتفكر غير في بس ايه اللي يريحك انت وايه اللي يبسطك انت، انما الطرف التاني اللي قدامك مش مهم. دول اكتر 4 انواع توكسيك انا بشوف ان هما مش المفروض يبقوا موجودين في حياتنا. فياريت لو وقعتوا او كعبلتوا في اي نوع من ال4 انواع دول تاخدوا بعضكم وتجروا بسرعة قوي.